يا حاجه ايه رايك في الكبده بتاعته؟ بصراحه هو كبدته حلوه واسعاره مناسبه، يعني على اساس ان الناس برضو تعبانه والثمن اللي هو حاطه متناول الجميع يعني. يعني تروح انت تكلفي اكل في البيت قد ايه؟ بدك هنا احسن لك بقى، صح ولا لا؟ بالهنا والشفا. الله عنده يعينك. بقالك كام سنه؟ بقالك كتير، يعني كنا نعرف والده كمان مش هم، دول ولاده. والده الله يرحمه بقى كان من حاجته برضه كده، هم طالعين واخدين ابا عن جد يعني. الطعم هو من يمكن احلى دلوقتي كمان، ان هو طور برضه حاجات كتير. ما تنسيش برضه الاسعار غاليه والكبده غليت والسجق غلي والحاجات دي غليت. انا ابو عبده ملك الكبده، اشهر يعتبر الهرم الرابع. كل ما اجي اطلب بلوجر يقول لي لازم اكون براند عشان يجي لي، عشان انا باترينا في الشارع. احنا بقى لنا 51 سنه بالظبط من 1975 بنشتغل كل الانواع، والحاجات بتاعتنا كلها صافي، لا فيها لا مخلطين ولا بنحط اضافات ولا بنحط اي حاجه خالص. وزي ما انت حضراتكم شايفين عندنا كل حاجه صافيه. ممكن نضيف مثلا حاجات بسيطه كده عشان تدي طعم وتدي حاجات زي الكفته كده حضرتك، ماشي اهي صافي. يعني عندنا الكفته صافي والساندوتش زي ما انت شايفه حضرتك اهو. الكفته دي لحمه بلدي؟ دي لا، هي مش لحمه بلدي لان كل حاجه بتبقى مستورده. أيوة. بس الحاجات النمبر 1، حاجات رقم واحد في مصر كلها. وطبعا الكفته دي جديده عندنا، يعني جديده يعني ما بقى لهاش كتير، عشان بناء على رغبه الزبائن ان احنا عندنا زبائن من جميع الفئات وبنعمل اللي الزبائن تقول لنا عليه. ده شكل رغيف الكبده، عباره عن نصين ب 12. طبعا الطحينه عندنا برضو مش اي حد بيعملها الطحينه. ليه بقى مش اي حد يعملها؟ برضو خبره في الطحينه برضو وليها طعم، الناس بتيجي مخصوص عشانها. ليه الطحينه اساسي مع الكبده؟ ليه مش اي صوص تاني؟ هي اللي بتدي التست مع اللحوم عامه الطحينه. يعني الطحينه بتدي تيست كويس مع الكبده. وفي الاساس بتاع الساندوتش حاطط ايه؟ نعم حاطط ده جرجير. ليه بتحط برضه بيعمل تيست برضه مع الطعم. في نفس الوقت لو حد بيبقى يعني بيمنع الحموضه شويه.